قلت له إيه؟ قال لي ده هي بتنام في اوضه الاطفال ونقلت حاجه المكياج وحاجتها كلها وبتسك على نفسها. ما عداش على فرحه 85 يوم ويا دوبك بعد شهر العسل ومراته خلصت عليه بالسم وعاملة نفسها شريفة. امتى الواقعة دي حصلت؟ وليه كانت بتهرب من جوزها في أوضة النوم وتروح لعشقها؟ حكاية غريبة، خليكم معانا عشان تعرفوا تفاصيلها في الفيديو ده. فيديو النهاردة عن عريس من منطقة كرداسة بالقاهرة، يا دوب ما عداش 85 يوم على فرحه من بنت كان بيحبها، والبنت دي خلصت عليه وكله علشان عشقها زي ما بيقول موقع مصراوي اللي بيحكي تفاصيل القضية اللي حصلت سنة 2017. العريس اسمه مصطفى وده وقت الواقعة كان عنده 27 سنة، والعروسة اسمها نورهان 18 سنة، والاتنين كانوا متجوزين في أواخر سنة 2016. ومصطفى الظاهر إنه كان بيحب نورهان حب أعمى لدرجة خلته مش عارف يميز هي بتحبه ولا بتحب غيره، وغيره هنا اللي هو عاشقها واسمه عمرو. المهم وبحسب الكلام اللي قالته أم الضحية، قالت ابني على قد حاله كان شغال سواق في موقف في كرداسة على عربيته. ابني طول عمره ما قصرش مع مراته، عمره ما شتمها ولا لمس شعر منها، سطر عليها وصبر وهي ما صبرتش وخلصت عليه. كملت الأم كلامها ووضحت تفاصيل الواقع أكتر وقالت اتجوز مصطفى من نورهان بعد خطوبة 7 شهور، وللأسف هي ما كانتش بتحبه، وده كان إحساس مصطفى بعد الجواز بيوم لأنها كانت بتهرب منه وقت ما يطلبها للسرير، يعني كانت متجوزة اسم وخلاص. وبتوضح الأم إن ابنها الله يرحمه شك في سلوك مراته وتصرفاتها بعد ما شاف واحد ماشي في الشارع الساعة 3 الفجر ومراته كانت واقفة في البلكونة، واتضح بعد كده إن اللي كان ماشي في الشارع ده عشقها. وبعد ما حست الزوجة إن جوزها كشف علاقتها المشبوهة قررت على طول إنها تخلص عليه. الأم بتقول يوم الواقعة نورهان حطت المنوم لابني زي ما بتعمل كل مرة، بس المرة دي حطت معاه مبيد حشري عشان تسمه وتخلص عليه للأبد ويخلى ليها الجو مع عشقها. بس مصطفى فاق وشاف مراته في حضن عشقها، فقاموا الاتنين خلصوا عليه عن طريق مفتاح أنبوبة ووجهوه على دماغه. وأكد على الكلام ده والد الضحية، قال نصا يومها صحيت الصبح زي العادة لقيت البوابة مفتوحة وعربية مصطفى لسه برا، قلت أشوفه لسه ما راحش الشغل ليه. طلعت السلم وحاسس ان ابني جراله حاجة، طلعت لقيت ابني مرجع على المخدة. ابني عمل لها ايه عشان تخلص عليه؟ ابني عمره ما عمل لها اي حاجة غلط. في نفس الوقت بتوضح التحريات بالاستناد لأهالي المنطقة اللي حصلت فيها الجريمة ان السبب الاول في الجريمة والد نورهان اللي رفض زواجها من حبيبها عمرو واجبرها على الارتباط بمصطفى. لحد هنا ونكون وصلنا لآخر فيديو نورهان اللي خلصت على جوزها في كرداسة بعد فرحهم ب85 يوم بس. تفتكروا في نهاية لقصة الحوادث البشعة اللي كل يوم بنشوفها في الدنيا دي ولا لأ؟